السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي لمسة لونا تي في. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم ان شاء الله جبت لكم قارص. جبت لكم قارص، مش تحليه القارص. جيت عبارة عن قارص بزاف بنينة منعشة لعشاق القارص، صدقوني جربوها ما حش تندموا. جات بزاف بنينة بزاف منعشة، وهي فرحة ما تمت. صورت، كملت، درت لكم المونتاج، يعني مش درت لكم المونتاج، يعني صورت قد انا خلصت وانا درت لكم واحد الزبله. كملوا الفيديو حتى الاخر راح تشوفوني واش درت. شوف، تجي بزاف بنينه، قوام كريمي، حامضه فيها حموضيه، يعني صدقوني وبزاف سهله وما فيهاش لي زانغريديون بزاف. نروحوا كيف لطريقه التحضير. اول حاجه احنا نخدموها هي هذيك الطبقه الفوقانيه الصفراء هذيك. خلاص نجيبوا طاوة، من المستحسن انها تكون ثقيله باش ما تستحرق لكمش. ديروا فيها 2 صفار تاع البيض مع 60 غرام تاع القارص، يعني قيس حبه ونص ملح معصورين، حبه ونص يكونوا متوسطين في الحجم. اعصروهم وصفيوهم وديروهم في الخليط هذا مع 70 غرام تاع السكر. قيس 3 مغارف هكذاك، 3 مغارف ما يكونوش معمرين مليح. نخلطوهم هكذا في بعضهم ونحطوهم في الغاز حتى يذوب لنا هذاك السكر، وما تخليوهش يخثر لكم بزاف. يعني حتى ندير لكم هذوك الرغاوي، هو يبدا يدير لكم هذوك الرغاوي وانتم نحيوه. زيدوا عليه 25 غرام نتاع مارغرين، يعني مغرفه ما تكونش معمره بومبي وما تكونش ممسوحه، يعني مغرفه مليحه مويا برك هكذا. ومن المستحسن انكم تخدموا بالغرام باش يجيكم كيما جاني انا. نذوبوا هذيك المارغرين في الخليط تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن المستحسن انكم تصفيوه، يعني في هذه المرحله هذه صفيوه قبل باش تفرغوه في البول تاعكم باش تخليوه يبرد. باسكو انا من بعد وليت صفيته، عاود ذوبته وصفيته هكذا. نغطيوه بابي فيلم اون كونتاكت ونخليوه فوق البوطاجي برك. خليوه فوق البوطاجي حتى يولي لكم بدرجه حراره الغرفه، ومن بعد حطوه في الفريجيدير يبرد هكذا. ونروحوا مع بعضنا نخدموا الطبقه الثانيه، يعني طبقه الكريمه. هنا درت 2 كيسان تاع الحليب يكون عادي هكذا، 2 كيسان حليب. درت لهم مغرفه بومبي نتاع نشا، مغرفه واحده. راح تحسوهم بعد سائل بصح عادي، هذاك هو القوام اللي نحوس عليه. ماش حبته يكون لنا ثقيل كيما التشيز كيك ولي كريم شونتي، لا نحوسو يكون لنا شويه خفيف، فهمتوني؟ هكذا نحطوه فوق الغاز حتى يبدا يبقبق. ونزيدوا عليه 100 غرام نتاع شوكولا بيضاء. كما شفتوني ما درتش السكر، اكتفيت بالشوكولا، يعني الحلاوه تاع الشوكولا واحده راح تجيكم قد ما تجيكم حلوه ما تجيكم صامطه هكذا. باسكو لو كان ديروا السكر راح يجيكم بزاف حلو. واللي خافت من السكر تقدر دير نص مغرفه، يعني نص مغرفه ولا مغرفه، باسكو انا ما نشتيش الحلو بزاف هكذا. كما شفتوني درت 100 غرام نتاع شوكولا بيضاء مع مغرفه كبيره تاع المارغرين مع مغرفه تاع لافاني. خلطتهم مليح، ذوبتهم في بعضهم وحطيتهم كما راكم تشوفوا. القوام لهنا جيري، انا حبيته ما يكونش حاكم روحو كيما لا كريم دبلومات ولا التشيز كيك هكذا يكونوا حاكمين راحهم باش يشدونا لافون. مي هذا لا، خدمته يكون شويه خفيف. حتشوفوا معايا في الفيديو مع الاخر كيفاش جا، وشفتوه في الفيديو في الاول كي هزيت في المغرفه كيفاش جا. هكذا نغطيو بابي فيلم اون كونتاكت ونروحوا نخدموا مع بعضنا الطبقه التحتانيه، يعني الطبقه الاولى. خلاص شوفوا انا نخدم بهذا بيمو، يعني الطبقه هذه اللي تكون بالكيك، عفوا اللي تكون بالغاطو. ديما نشتي نخدمها بالغاطو هذاك تاع بيمو باسكو نحسو بزاف بنين وفيه الكو تاع لافاني. هزيت قيس 200 غرام رحيته في اللاشوار، ومن بعد ذوب 2 مغارف تاع زبده ذوبتهم في الميكرووند. اللي ما عندهاش ميكرووند دير عادي في حمام مائي ولا في طاوه ولا برك ذوبوا هذوك 2 مغارف تاع الزبده، بصح ما تضيفوهمش عفوا على دفعه واحده. ضيفوا وشوفوا، ضيفوا وشوفوا هكذا. لازم تتحصلوا على قوام يكون كريمي كريمي. تتحصلوا على قوام يكون مرمل ترمل كي يتشمخ كيفاش يولي هكذاك لازم يكون لنا. هنا كيما شفتوني ضفت الكميه اللي قعدت لي تاع المارغرين، يعني 2
تكون لكم واحد حوالي 100 غرام ولا 80 غرام 100 غرام هكذا. خلطوه شويه هكذا بالمغرفه باسكو الحاشيه نتاع لاشوار يكون ملحق لهاش الزبده هكذا. حركوهم بعد جيبوا لي فينين راح تخدموا فيهم. انا خدمت فيه هذو القلب هذو ديروا حل العام اللي فات، خدمت فيه هذو وخدمت فيه الاخرين. يعني الكميه هذه خرجت لي 11 ولا 12 حبه هكذاك، 11 ولا 12 فيرين، يعني الكميه تاع الكريمه هذه هكذا. درت فيهم كامل قيس حبه حبه، قيس مغرفه تاع بسكوي هكذا. يعني نديرو طبقه ما تكونش رقيقه وما تكونش خشينه بزاف هكذا. صبطوهم بالمغرفه وحطوهم في الفريجيدير حتى يحكم رواحهم. في جهه واحده اخرى بعد ما بردت لنا لا كريم، درت كاس تاع كريم فريش. كريم فريش تكون نسبه الدهون فيها 35%. انا خدمت بفونديليس هذيك الزرقاء. درت كاس تاع كريم فريش طلعته مليح، يعني طلعوه حتى يحكم روحه. ولا كريم فريش هذه بزاف مليحه، يعني انا نخدم بها ديما. وجبت لا كريم تاعي بعد ما بردت، شفتوا القوام تاعها كيفاش يكون. حيكون لكم خفيف، قبيله قلت لكم يكون خفيف ما يكونش حكم روحه هكذا. نحكموا قسم غرفه من لا كريم فريش نديروها في الخليط نتاع الكريمه تاعنا هكذا. نخلطوهم مليح هكذا، ومن بعد نروح نضيفوه فوق هذيك الخليط تاع فوق الكريم فريش اللي طلعناها هكذا. نخلطوها شوي هكذا، نخلطوها شويه وما تكثروا لهاش تخلط باش ما تهبط لكمش هذيك لا كريم فريش هكذا. مازال ما شعلتش الباتور هكذا، خلطتهم مليح شوي في بعضهم قبل، ومن بعد ضفت لا كريم فريش عفوا. ومن بعد شعلت الباتور تاعي هكذا. يعني كيما راكم تشوفوا خلطتهم شويه برك وسي بون نحيتهم. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، شوفوا يكون قوام سائل. ومن بعد تحطوها في الفريزر راح تحكم راحه شوي هكذا. ما يكونش يكون شغل تشيز كيك قبل ما نديروه في الفريجيدير. شوف كيفاش يكون شويه جاري هكذاك، ولا تاع لون طخومي كيفاش يكون هكذاك جايري، ومن بعد نحطوه في الكونجيلاتور هكذاك يكون. شوف نجيو نحطو طبقه تكون مليحه فوق البسكوي تاعنا هكذا. يعني من المستحسن انكم تخدموا بلا بوش حتى تسهل عليكم بزاف يعني هكذا. درت طبقه تكون مليحه ومن بعد نخبطوهم هكذا باش يتساويو لنا، باش السطح هذاك يتساوي لنا. كي نجيو نديرو لا كريم الثالثه تكون حكمه راحه. هنا نحطوهم في الفريجيدير يحكموا رواحهم واحد ربع ساعه، ولا حطوهم في الكونجيلاتور 5 دقائق وجبدوهم باش نديروا الطبقه الثانيه. هنا كما قلت لكم انا وليت ذوبتها وزدت لها قيس 2 مغارف تاع القارص. 2 مغارف يكونوا كبار، ذوبوها زيدوا لها شويه حق 2 مغارف برك نتاع القارص ويكون مصفيه، ومشيوها هكذا من فوقها. جات روعه صدقوني، يعني جات بزاف هايله هكذا. زينتهم بلي طرونش تاع القارص كيما راكم تشوفوا. تزيين اختياري، تقدروا ديروا شو كذا شويه شونتي ولا يعني لكم الاختيار. وهنا شوفوا الزبله اللي درتها، صورت لكم الكونتيتي هذيك برك، والاخرين جيت نحطهم في الفريجيدير برك ويتقلب لي البلاطو. انا حطيتهم ما نباليش كيفاش تقلب البلاطو، جاو كل سايحين في الارض. شوفوا كيفاش تقلبوا لي هذوك. استمع منعوا غير 6، منعوا هذو، منعوا 3 منا و3 منا. الاخرين الكل طاحوا وسايحوا وتكسروا وترونت العاله وخلصت عليا نسيق. المهم هذه وصفه تاعنا النهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، تكون خفيفه عليكم. ما تنساوش تخليوا لي جيم، تخليوا لي ابوني، اشتراك، تخليوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.